محافظة الإسكندرية ونتابع ما دار من حوار أجرته الزميلة هدير الصبري لمتابعة المشهد السياسي الذي يدور بمصر مع عدد من الناشطين السياسيين. نتابع. مرحبا بكم مشاهدينا وجولة جديدة من جولات مباشر من العاصمة تتجدد مع حضراتكم في مساء هذا اليوم من داخل محافظة الإسكندرية. لقاءات عديدة نجريها مع حضراتكم لكي نعرف كيف يسير المشهد السياسي داخل محافظة الإسكندرية ونحن على مشارف جمعة الخلاص. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشهد يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذة إنجي علي ناشطة سياسية، وأيضا الأستاذ حسام خضر ناشط سياسي مستقل. أهلا بكم معنا على شاشة قناة TV. في البداية عايزين نبتدي معاكي إنجي، يعني كلمينا عن وضع المشهد السياسي داخل محافظة اسكندرية، وكمان الوضع بعد أحداث المجلس المحلي بالنسبة لسواء المستقلين أو القوى الثورية. اول حاجه هبتدي من اول جمله انت قلتيها، احداث. هي مش احداث، هي احنا دلوقتي في الموجه الثانيه للثوره، الموجه الاقوى للثوره، واحنا مستمرين في اسكندريه، فدي مش احداث. احنا تظاهرنا وتوجهنا وقمنا بدعوه للتوجه للمجلس المحلي، وانضم لينا الافات، يعني البعض قدرهم ب 300,000 متظاهر. ال 300,000 اكيد دول مش كل القوى السياسيه، فبرجع للجزء الاولاني. انت بتقولي استعدادات القوى السياسيه. للاسف المشهد بيبتدي ينفجر، وينفجر من تحكم واداره القوى السياسيه ممثله في الاحزاب والتيارات المعروفه. ان احنا دلوقتي ابتدينا نوصل لموجه جديده. انا دلوقتي بقيت بشوف ناس في المظاهره ما كانوش موجودين قبل كده. بعض بيسميهم فلول، البعض يسميهم حزب الكنبه، ايا كان هم شعب مصري زيهم زينا، وصل لمرحله ان هم ابتدى يتضغط عليها. اعتقد ان هم الغالبيه العظمى منهم من الطبقه اللي هي تحت المتوسطه، اللي هي برضو لسه احنا بنقول ان احنا في مستقبل ان الثوره دي تبقى سلميه لو ما ضغطناش على الطبقه اللي تحت المتوسطه. فالمجموعه اللي موجوده دلوقتي في الشارع واللي بتنزل معانا في التظاهرات احنا مش بنقدر نتحكم فيها زي في التظاهرات اللي قبل كده. عشان كده بقدر اقول ان التظاهرات اللي احنا كنا بنقوم بيها على مدار الكام شهر اللي فاتوا كانت كلها بتبقى دعوات ايفنت على الانترنت، وبالتنسيق مع القوى السياسيه اللي احنا نقدر نسميها قوى سياسيه من احزاب وتيار شعبي او تيارات او حركات سياسيه طلعت من 6 ابريل ومن غيرها من الحركات. فاحنا دلوقتي بقينا بنشوف وشوش تانية، تجمعات تانية، مناطق بعينها. بقى في مثلا واحد يبقى في وسط مجموعه او في وسط منطقه حاسس بالمشاكل وحاسس وشاف الثوار دول وشافوا واحنا صعبانين عليه، فابتدى يقول يلا يا جماعه، يلا يا شباب، تعالوا ننزل مع بعض وندافع على بلدنا. خليني اقول لك يا انجي، برضو في الفتره الاخيره بعد احداث كتيره حصلت، وبعد يعني ملل من الحكومة الجديدة، وأيضا ملل من مؤسسة الرئاسة، وكمان ملل من فكرة الاحتجاجات والثورة وقطع الطرق وإلى ما هنالك. الشعب بقى شوية منقسم، وده اللي نجحت فيه مؤسسة الرئاسة، إن هي تقسم الشعب لثلاث ناس ملت من الثورة، وناس مع الثورة، وناس مع جماعة الإخوان المسلمين. انت شايفة ان الوضع جوه محافظة اسكندرية بالذات، وهي محافظة صغيرة طبعا غير محافظة القاهرة والجيزة، يعني غير الوضع مختلف شوية، انتوا الوضع هنا عامل ازاي؟ لا، الشعب السكندري كله سائر، وما اقدرش اقول مجموعة منهم ملت من الثورة. بالعكس، المناطق اللي احنا كنا بننزلها قبل كده وبنبقى خايفين ان احنا كنا نتواجد فيها عشان نقول الناس ضد الثورة والناس عايزة تعيش والكلام ده، بقوا بينزل منهم مجموعات وبينضموا لينا. لا، اسكندريه زي ما انت شايفه مظلمه، طريق البحر مظلم، ما بالك بقى بالشوارع الجانبيه. اسكندريه مظلمه، مليانه زباله، مليانه بلطجيه، مفيش امن، مفيش اي حاجه. الامن كله منشغل ان هو يحمي المؤسسات السياديه. السياديه بمعنى ايه؟ يعني يا ريت مثلا بيحمي متحف، بيحمي وزاره مهمه. لا، هو قاعد بيحمي المجلس المحلي اللي هو المكان المؤقت للمحافظة اسكندرية. مش وفي خلال بقى الاحداث اللي بتحصل، ناس بتموت، ناس بتتسرق، ناس بيتحرش بيها، مفيش في غياب امني تام. الامن كله شغال زي ايام قبل حسني مبارك في جبروته. يعني دلوقتي الامن كله شغال. انجي راحت فين، حسام راح فين، ده راح فين، بيعملوا ايه، بيجمعوا ايه، بلاك بلوك، مش عارف، كلام خايب.
يعني ايه كميه ولا ايه قوه بلوك دي اللي بيقولوا عليها قدام مثلا جماعات مسلحه او ناس موجوده في الشوارع مش لاقيه تاكل مش لاقيه تشرب وبتعمل وبتسرق وبتنهب. ها ايه القوه دي جنب القوه دي؟ ايه السلاح ده جنب السلاح اللي بيمشي من اول بيطلع من اول هنا من ليبيا يوصل لحد سينا؟ المسافه دي كلها بيوصل قد ايه سلاح بيتظبط وقد ايه سلاح بيتهرب. فاحنا بنتكلم على واحد لابس ماسك وخايفين منه، ما بالكم بعد كده اللي احنا مش عايزين نوصل له، وعايزين الناس كلها تبقى فاهمه ان احنا بندافع عن حقوقها، بندافع عن حقنا الاول في ثورتنا وبندافع عن حقوقهم. لو ما وصلوش لكده بعد كده مش هيلاقوا بلوك والكلام الفارغ ده ولا النايت اللي هم على الاخوان والكلام ده، لا هيلاقوا حاجات تانية. هيلاقي ناس مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تشرب، وفي نفس الوقت معاها سلاح. حسام، خليني اتكلم معاك بقى في شق مختلف شويه عن انجي، لان انجي مهتميه شويه بفكره المراه والتحرش والناس اللي ما بتاكلش وبتشرب، لكن انت طبعا ليك ميول سياسي حزبي، مش انت تابع لحزب انا عارفه، ولكن انا عايزه اعرف رؤيتك بالنسبه للقرارات اللي طلعت علينا في الفتره الاخيره، يعني من ناحيه الدكتور محمد البرادعي، وايضا الوفاق اللي احنا شفناه فجاه مع حزب النور. النهارده اتفرجنا ولقينا ان الدكتور سيد البدوي قاعد بجوار حزب النور واتفقوا مع بعض في مواجهه الاخوان. شايف المشهد ده ازاي؟ وهل ده هيدعم جبهة الانقاذ الوطني وهتسترد ثقتها من الشارع المصري وهتسترد ثقة الشارع المصري مرة تانية؟ قبل ما يدعم الجبهة هو بيدعم الثورة، هو بيدعمني انا كشاب ماليش اي انتماء. اما ينزل اخويا السلفي اللي كان بينزل يحاربني في الاول وكان فاكر ان الحريه والعداله هي الشريعه الاسلاميه وان هي بتنادي بالشريعه الاسلاميه، لا هو النهارده الحمد لله ان هو فاق وعرف النهارده ان هي كانت لعبه كبيره قوي عشان خاطر المصالح الشخصيه فقط لا غير. فانا النهارده اما ينزل معايا النهارده بقيت انا قوتي زادت في الشارع، انا ماليش دعوه بالجبهه برضو زادت او قلت، لان انا اسف انا كان نفسي اشوف جبهه اقوى، كان نفسي اشوف معارضه اقوى. حزب الحريه والعداله تواجده في كل شارع وفي كل منطقه وفي كل بيت، بيوصل للغلبان بالزيت والسكر، وبيوصل في مناطق ان هو بينزل يبيض في منطقه، ينزل يعمل ليه تواجد ما اقدرش ان انا انكره، بس التواجد ده تواجد اعلاني. التواجد ده بيبقى قبل البرلمان، قبل انتخابات رئاسه، تواجد اعلاني فقط لا غير. فبيعرف ان هو يستقطب الناس كلها حواليه، بيعرف ان هو يستقطب الغلبان الفقير والجاهل. النهارده بيستقطبهم بايه؟ بقوت يومه، لان هو النهارده انا مش لاقي، اما هيجي لي واحد يدخل عليا يديني 50 جنيه يديني 100 جنيه اكيد ان انا هستقطب معاه. فالنهارده الجبهه السلفيه دعمت الثوره، ما دعمتش الجبهه لوحدها، دعمت الموقف السياسي اللي كانت الناس بتهاجمنا فيه، ان احنا بيقولوا ان احنا كفره وان احنا ملحدين وان احنا علمانيين. طب هل انا لو كافر او ملحد او علماني كانت هتنزل الجبهه السلفيه وهي اقوى جبهه بتتكلم عن الدين، اقوى من الحريه والعداله؟ سيبني من الحريه والعداله، لان الحريه والعداله بعاد عن الدين، مش زي السلف، مش زي الدعوه السلفيه. الدعوه السلفيه هي الاقرب للدين النهارده. فما ينزل النهارده الدعوه السلفيه تنزل معايا في الشارع، يبقى انا النهارده وصلت لمرحله ان انا الحمد لله ان راينا وصل للناس كلها، ان الجبهه السلفيه نزلت، ان الناس اللي كانت بتنزل تحاربنا النهارده باسم الدين فهمت ان احنا مش ضد الدين، فهمت ان احنا ضد حزب واحد، ضد تيار واحد، ضد التيار اللي هو عايز يسيطر على البلد كلها. ده من ليه التوقيت ده يا حسام من وجهه نظرك؟ التوقيت ده لان خلاص بدات ان هي بتبان لعبه المصالح، بدات بتبان النهارده، كل واحد النهارده بيان على حقيقته. مش اول مره تنسحب الجبهه السلفيه، ايام 19/3 ايام ما كنا معتصمين لسه في ميدان سعد زغلول كان معانا حزب النور، كان معانا حزب الاصاله، كان معانا حزب البناء والتنميه، كانوا لسه معانا، وانسحب الاخوان المسلمين، كان ايامها لسه ما كانش حزب، انسحب الاخوان المسلمين وعقدوا صفقتهم مع المجلس العسكري. اول ما نتجه للمجلس العسكري واول ما نقعد مع المجلس العسكري على ترابيزه المفاوضات كان هم الحريه والعداله وكان الاخوان المسلمين. كان اياميها لسه النور معانا وكان لسه البناء والتنميه معانا وكان لسه الاصاله معانا، كانت الناس دي لسه معانا في الميدان. جم بعد كده بداوا ان هم يتجهوا لطريقه ثانيه، اصل احنا الشباب دي بتشرب مخدرات واصل في اختلاط واصل وكلام ملوش اي صحه. اتجهنا للناس اللي هي الدعوه السلفيه واتجهنا للناس اللي هي ملتحيه والناس اللي هي بتتكلم باسم الدين، اتجهنا لهم. يا جماعه انتوا شفتوا مننا حاجه غلط؟ قال لك بصراحه انتوا الغلط الوحيد اللي عندكم ممكن يكون في الاختلاط، بس اختلاطكم ده اختلاط في جامعه، اختلاط في شارع، مش عيب عندكم، عيب على مجتمع هو اللي ربكم كده، لكن بالنسبه للكلام اللي بيتقال ده ما بيحصلش. فدي كانت اول مره. بعد كده استقطب هو القوه دي تاني، جابها الحريه والعداله او الاخوان المسلمين، استقطبت القوه دي باسم الدين، فضل يضحك عليه باسم الدين. انا من 19/3 بنتكلم في حاجتين، في الدين في الاستقرار. النهارده بيعمل لي فزاعه اسمها المسيحي.
او فزاعه المسيحيين، كل حاجه المسيحيين عملوا، المسيحيين سووا. ليه انا النهارده كل شويه لازم ازرع فزاعه النهارده في البلد؟ انا مش عايز امارس نفس سياسه الحزب الوطني اللي فات، مش عايز اعمل نفس السياسه، ان لازم يكون في فزاعه في البلد. قبل ما مبارك يتنحى طلعوا قالوا لنا ان الاسطول السادس واقف في البحر المتوسط، طلعوا قالوا لنا لو مبارك ساب الحكم امريكا هتدخل واسرائيل هتدخل ومصر هتضيع. ومبارك طلع قال لنا يا الفوضى، احنا اخترنا الفوضى اللي العالم كله اتكلم عنها، اتكلم عن النظام في 18 يوم، اتكلم عن الشباب اللي كانت بجد بتحمي بعض وبتحمي اخواتها البنات، اتكلم عن نظام ما حدش عرف يعمله. ما فيش النهارده نظام جه في مصر عرف يحكمنا زي ما احنا حكمنا نفسينا. طبعا انا مش بطلب الهمجيه، مش بطلب ان احنا نعيش من غير نظام، بس انا بطالب بنظام النهارده يقوي بجد المجتمع ده، يقف جنب المجتمع، يقف جنبي كشاب ويخليني ان انا اكون احسن، ويقف جنب البنت ويخليها احسن. طلع الاستاذ الدكتور عبد المنعم الفتوح طلعوا بمبادره في القاهره ان هم يعملوا مشاريع نسائيه خاصه. طب هل ان انا هو الحل ان انا هقطع البلد؟ يعني انا راكب انا ووالدتي او انا واختي مثلا هتركب هي في مواصله وانا هركب في مواصله ثانيه منع للتحرش؟ لا، ما هو انا النهارده دي عادات وتقاليد في المجتمع لازم ان هي تتغير. هو يعني الغياب الامني بس يعني اكيد هو السبب في التحرش، واكيد برضو ان ما فيش خلاص ما بقاش في ترابط في الشارع المصري بخصوص التحرش ده، يعني ما بقاش حد عنده حياء، وده اللي خلق حاجه اسمها التحرش منظم. دلوقتي التحرش دلوقتي بقى تحرش منظم. احنا يعني بعض الناس بتقول انه ممكن يكون التحرش ده بايد برضو الداخليه وبايد الاخوان المسلمين، وفي حالات اتمسكت ومعروف مين اللي دفع في الكلام ده. في تحرش ده من نوع برضو من نوع زي ما هم بيحبوا يضربوا المظاهرات، بيحبوا يخترقونا، هم في نفس الوقت بيحاولوا يخوفونا. انت عندك اثباتات ده بس على كده يا انجي؟ عشان احنا مش عايزين على النقطه بتاعه التحالف. طب قبل بس ما نرجع التحالف بتاع حزب النور، يعني انت عندك اثباتات ان فعلا الداخليه وجماعه الاخوان بتعمل كده؟ النهارده لسه في القاهره واحده داخله في مداخله تلفزيونيه على قناه ما، وبتتكلم بتقول في مكتبه في القاهره اسمها مكتبه ابجديه دخل عليهم بلطجيه، والبلطجيه دول واخدين فلوس عشان بس يبوظوا التجمع ده. قاعدين هم متجمعين عشان خاطر يظبطوا بكره يوم الجمعه هيعملوا ايه، جمعه الخلاص هيعملوا ايه. فحصل الاختراق ده. يعني ده اكيد يعني ما في بنات موجودين في كافيتريات، اشمعنى ما بيتحرشوش بيهم؟ اشمعنى دلوقتي التجمعات السياسيه وتجمعات النشطاء واللي فيها بنات بالذات بيحصل فيها الكلام ده؟ اكيد ده طبعا حاجه منظمه. حصل بالفعل معانا ان احنا كنا في ميدان فيكتور عمانويل، كانت من ضمن الجمعه اللي كنا بننزلوها، وكان في 10 بلطجيه وخطفوا بنتين من وسطينا، خطفوا بنتين بس اتحصلت خطفوا بنتين في دخلة عماره، في بيت في حوش عماره، ودخلوا خدوهم وقفلوا الباب عليهم وحاولوا ان هم يتحرشوا بيهم، بس طبعا الحمد لله احنا ما سيبناهمش، بس اصابوهم برضو باصابات. طب اشمعنى ال10 دول؟ هل ال10 دول مجانين ان هم جايين؟ طب بلد فيها انفلات امني، طب ما انا اروح اخطف من على البحر، اروح اخطف من اي كافيه، اخطف من اي مكان. بالعكس ده انا ممكن لو ماشي، احنا عندنا رذيله كتير في المجتمع، مش ما بكتش هي خلاص ان انا هنزل في ثوره او هنزل في تجمع زي ده، في ناس بتتكلم عندها قضيه وهنزل ان انا اتحرش. طب ليه؟ دي تبقى عقده نفسيه، ده يبقى راجل مريض. انت حسام ما ردتش عليا في فكره الدكتور محمد البرادعي، سالتك السؤال ده ان هو دعا ان هو يقعد لجلسه حوار. هسالك وهسال حسام يرد عليا وهرجع لك. ان دعا ان هو يقعد في على ترابيزه مفاوضات وحوار وطني لحقن الدماء مع مؤسسه الرئاسه والجيش والشرطه. اولا انا اسف، وزير الداخليه النهارده انا شايفه ان هو فقد الاهليه بسبب ان هو الضباط طلعت عليه وقالت له يا وزير يا كذا، يا وزير يا كذا، يا وزير يا كذا. انا ما ينفعش ان انا هيكون في مكان مدير مش وزير للداخليه. اولا دي وزير الداخليه ده مكان عسكري، المفروض العسكري لازم بيكون كل رتبه لازم بيكون احترامها للرتبه اللي فوقيها. اما توصل ان انا خلاص انا انكسرت، انا كرتبه اتكسرت، ما ينفعش ان انا النهارده هحكمهم ازاي هحكم واحد وهم وقفوا تجمع من الضباط الشرفاء، وقفوا ان هم بيهاجموني، وقفوا ان هم شتموني، وقفوا ان هم اهانوني على الهوا. ده الفيديو ده موجود ومتنزل في كل القنوات ونزل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. انا ازاي انا النهارده فانا ازاي اولا ان انا ادعي لحوار معاه؟ ثانيا انا النهارده انا شايف ان الوزير محمد ابراهيم ان هو النهارده منتمي للجماعه او بيحمي الجماعه. انا العساكر اللي بتنزل دي مش بتنزل
تنزل من فلوس الدوله؟ ازاي ان هي تروح تحمي منشاه خاصه؟ انا ماليش ان انا احمي منشاه خاصه، دي فلوس الدوله تنزل تحمي الاماكن العامه، الاماكن اللي بيحصل فيها سرقه. احنا كثوار واحنا واقفين عند المجلس المحلي حصل عمليه اختراق لشركه ويبكو للبترول، دخل عليها بلطجيه، سرقوا بالفعل، سرقوا من الموبايلات والفلوس بتاعه العساكر اللي هناك. طبعا كانت اهالي كوم الدكه مش فاضيه ان هي تحمي منطقتها، لكن كانوا فاضيين ان هم بس يضربوا في الثوار، عشان كانوا يقول لهم ان اللي جايين دول بلطجيه وصيع. وطبعا كانت الداخليه وفلول، وكانت الداخليه طبعا برده مش فاضيه، كانت بس بتضرب في الثوار. فلولا التواجد بتاع الثوار يوميها، وانا طالب شهاده السكيورتي اللي واقفين الامن اللي هناك، طالب شهادتهم في الموضوع ده، لولا تواجدنا احنا كثوار كان زمان المكان ده اتسرق، برج الصقر كامل كان هيتعمل عليه عمليه سطو من بلطجيه. ولولا تواجدنا وان احنا صرخنا وقلنا يا ثوار ما ينفعش يكون في وسطنا حراميه، والناس اتجمعت في المكان ده، كان حصلت حادثه سرقه. كان مين اللي ساعتها هيبقى اللي سرق؟ مش الثوار؟ طب الثوار قدرت ان هي تحمي مكان، بس انا مش هحمي مصر كلها، انا مش عشان نازل سائر في مكان هحمي مصر كلها. بس يعني اتجاهكم دايما لما بيبقى تروح لمنشأة حيوية دايما بيقولوا ان لازم هتتحرق، لازم هيحصل خراب، لازم هيتم الاستيلاء عليها او السطو عليها. اشمعنى المنشآت الحيوية؟ هل ده هو ده المكان اللي انت هو ده المكان اللي انت بتعبر فيه عن غضبك؟ يعني قائد ابراهيم، ايام القائد ابراهيم لما نزلنا كان موجود القائد ابراهيم، وكان هو ده مكان التظاهر، ما كانش فيه اي مكان تاني بيتراح، وكان معروف قوي مين اللي حرق الاقسام وقتها. اشمعنى دلوقتي احنا بنحط نفسنا في خانة اليك كده زي ما بيقولوا، ونحصر نفسنا في مكان واحد، اذا جرى له حاجه هيقولوا برضو الثوار؟ احنا كنا بننزل من القائد ابراهيم نفضل ناخدوها مشي من شارع ابو قير لحد بعد المنطقه الشماليه، بعد حكم العسكر. لما وصلنا في حكم الاخوان النهارده كنا بنوصلوا لحد فيكتور عمانويل في سموحه، وبنوصلهم وبنقفوا هناك. كنا بنتجمعوا مثلا حوالي 7 ساعات، كل اللي احنا بنعملوه الهتاف. طب انا ما هتفت، طلع الرئيس قال ما فيش حد بيتكلم، ده شويه ده قله. طب انا اثبت ازاي النهارده ان انا مش قليل؟ اجيب النهارده الاعلام ازاي واجيب الصحافه ازاي؟ لازم اقف عند منشاه حيويه ولازم اعمل فيها حركه من حركات الشلع. احنا ضد التخريب، ضد الحرق، ضد كل اللي بيحصل، بس انا النهارده ما تقنعنيش ان انت النهارده نظام كامل مش قادر ان هو يلم البلطجيه من الشوارع، ومطلوب مني انا كسائر نازل غضبان ان انا اقف انت بلطجي؟ لا 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 تعالى هسلمه لمين؟ طب انا مسكت بلطجي هسلمه لمين؟ القنوات ذات نفسها انتوا بتتعرضوا ذات نفسكم وانتوا واقفين معانا عشان تصورونا، بتتعرضوا للاعتداءات وبتتعرضوا للضرب وبتتعرضوا للكلام من ده، صح ولا مش صح؟ يبقى انا النهارده انا احمي مين ولا مين؟ احمي نفسي ولا احمي المنشاه اللي انا واقف عندها؟ وهحمي من مين ومن مين؟ احمي من نظام نازل بيضربني ولا من ناس فاكره ان انا بلطجي وبتضربني؟ طب انا مطلوب مني ايه؟ انا نازل سائر، نازل عندي قضيه، نازل بتكلم. وقفتنا عند المباني او عند مكان زي المجلس المحلي، طب ما احنا نزلنا وقفنا عند القصر الجمهوري هنا في بحري اليوم بقطع جمعه التنحي بتاعت الرئيس مبارك. هل كان الرئيس جوه القصر؟ ما كانش جوه القصر، ده حاجه رمزيه، انا نازل بقف عند رمز. طب ده رمز النهارده المكان. طب انا اقف على البحر ابقى انا بلطجي وصايع عشان قطعت طريق البحر، اقف عند اسم ابقى بلطجي وصايع رايح يحرق الاسم، اقف عند المجلس المحلي بلطجي وصايع. خلاص انا بطالب من الدوله تعمل لنا ميادين يبقى اسمها ميادين الثوره، بس نتصورهم وصوتنا يوصل، مش اما انزل اقف فيها افضل عمال بهتف وعمال بتكلم وفي الاخر يقول لي يلا حبيبي روح خلاص، ده كانوا شويه عيال صغيره بيتكلموا ومروحوا. احنا مش عيال صغيره، احنا الجيل اللي جاي، احنا المستقبل غصب عن اي حد. انا وجيلي احنا المستقبل، من حقي النهارده ان انا اخطط. انا طبعا مش هقدر ان انا اجي مثلا اقول لا انا هشيل بقى الناس الكبيره دي كلها تقعد في بيوتها، لا طبعا، بس انا من حقي النهارده ان انا يكون لي دور. الدول المتقدمه كلها النهارده بتعتمد على الشباب، انا ليه مش عايز اعتمد لحد النهارده على الشباب؟ طب الشباب اللي هي في الشوارع اللي هي البلطجيه دي، ما يجي كل حزب النهارده ليه تواجد في الشارع يعمل لي ورش عمل. انا عايز ورش عمل من جميع الاحزاب زي ما ورش العمل اللي بتعملها بالفعل حزب الحريه والعداله، بس حزب الحريه والعداله بيعملها قبل للدعايه فقط لا غير، قبل الانتخابات. لا انا عايز الورش العمل دي تكون موجوده على مدار السنه، موجوده على طول. يجي النهارده الناس اللي هم مثلا واحد مش لاقي شغل، تعالى انا حزب النهارده وبدفع عليها دعايه، بدل ما اروح اعمل الدعايه في ورق ملون واروح اعمل الدعايه مش عارف في ايه وفي ايه، طب ما انا اروح حزب الحريه والعداله. كان الدكتور مراد علي كان اتصل بيا من فتره، كان عايز ان انا انزل معاهم بعد اللقاء مع الاستاذ محمود سعد عشان خاطر ننزلهم. قال لي انت شاب وشاب من الشباب اللي دماغها كويسه وكده ومحتاجين الفكر ده ومحتاجين احنا اللي كان. قلت له تحت امرك وشرفني جدا ان انا اشتغل مع الحزب الحاكم طالما في الخير. قال لي احنا هننزلوا نزرعوا 1,000,000 شجره.
تقول يا دكتور مليون شجره وفي ناس مش لاقيه تاكل ليه؟ لو الشجره ب 20 جنيه يبقى 20 مليون جنيه. طب ما انا اعمل بيهم حاجه في المجتمع، اضخهم في جزء مثلا من السلع التموينيه، بدل ما انا غليت كل السلع النهارده 15%. انا النهارده الاجهزه الكهربائيه غليت، النهارده فاتوره الكهرباء النهارده غليت بسبب الزباله وبسبب سعر الكهرباء بيقول لي غلى النهارده، كل حاجه غلت النهارده. اول مره سعر اليوان بيبقى اعلى من الجنيه المصري، يعني دي كارثه طبعا، كارثه للمستورد وكارثه بعد كده للبياع التجزئه وبعد كده المشتري، فكل الاسعار هتزيد، ده حاجه طبعا متوقعه. احنا من كام سنه كان اليوان بالنسبه للجنيه المصري ب 60 قرش او ب 63 قرش، دلوقتي وصل لجنيه وشويه، فالفرق ده هيتحصل لصالح مين؟ لصالح مين؟ بالنسبه لموضوع المجلس المحلي، واحنا ليه اشمعنى بنتوجه للمجلس المحلي؟ دي رساله احنا مكملين من اول ما النائب المحافظ حسن البرنس جه اسكندريه، واحنا بنتظاهر تقريبا شبه يومي. بس طبعا مش كل الحاجات التلفزيونات بتذاعها، فاحنا استغلينا الموجه الثوره للثانيه على الاقل ان احنا نقدر نسقط محافظ احنا مش راضيين عنه وما عملش حاجه في الفتره اللي فاتت زي الرئيس، وفي نفس الوقت فقد شرعيته. هو دلوقتي مش قادر يقعد في مكتب المحافظ، كل شويه بيتجول من مكان لمكان عشان يحمي نفسه من المظاهرات، ومش كده وبس، هو كمان بيتعرض للابتزاز. بمعنى ان احنا الثوار ممكن بنتظاهر ونعمل ايفنت عشان المجلس المحلي في فتره من الفترات كان في اعتصام عند المجلس المحلي لاسقاط حسن البرنس، بعد كده ايه اللي حصل؟ بقى كل شويه كل اهالي منطقه متضايقين من اي مشكله بقوا يروحوا يتظاهروا، هم بقوا بيتظاهروا بالنيابه عننا. طب احنا لو ما كانش كده ان احنا بنتكلم على بلد مش مستقره، محافظه مش مستقره، محافظ اكيد بيتعرض لابتزاز عشان خاطر يعمل حاجه. يعني انا اعتقد ان هو مش هيقدر، عمره ما يقدر يهد المباني والعمارات اللي بتتبنى لحد دلوقتي لحد يومنا هذا، بتتبنى بغير ترخيص ومن غير عشان الناس بعد كده تقع. ما يقدرش يخش جوه حي من الاحياء، ليه؟ لانه مكروه. فاحنا ازاي نقدر نطلب من السلطه التنفيذيه ان هي تقوم بواجبها وهي مكروهه وهي عليها كره من الشارع؟ مش كره اكيد مش من شخصهم، من اليات اللي بيتبعوها، من الاداره ومن كل حاجه، من الموضوع كله بصفه عامه. ما انت لما بتجيبي نائب محافظ ليه توجهات معينه، هو غير كفء، احنا شايفينه غير كفء، زي بالظبط لما يطلع نائب محافظ المحافظه من ضمن مدن القناه يقول اللي بيحصل من حظر تجول في السويس ده مجد لاهل السويس. يعني ايه مجد؟ انت بتتكلم على اختراق للقانون. انت في اي دوله متحضره واي دوله ديمقراطيه، زي ما انتوا طول النهار بتقولوا لنا احنا عايزين دوله ديمقراطيه، الدول الديمقراطيه لما بيتطبق فيها حظر التجوال اللي بيبقى موجود في الشارع بيتضرب بالنار. فانت لما تقول وتشجع ان الناس تخترق القانون، وشايف ان القانون بيخترق، بدل ما تقول تحط اليات يا اما توقف الحظر التجول ده، يا اما تشوف اي افكار جديده او اليات جديده تنفذ فيها ترجع فيها الاستقرار للشارع، انت بتتكلم ان انت يلا يا جماعه في حظر التجوال، انا عملت لكم قانون حظر التجوال بس انتوا روحوا اكسروه، اللي بتعملوه ده صح. يبقى انت بتعلمنا ايه؟ يبقى انت بتعلمنا ان القانون ملوش اي لازمه، كل واحد دلوقتي عايز يعمل اي حاجه اعملها بالقوه، وده مش هينفع. دي الرساله اللي احنا عايزين نوصلها، ان القوه مش هتجيب غير قوه، ممكن تكون القوه غير متكافئه، لكن على الاقل في يوم من الايام ممكن يجي لنا ناس تانية تساعدنا. كنت تتوقعي مين لو كان الدكتور محمد مرسي هو مش الرئيس؟ يعني المشهد السياسي دلوقتي بالتالي وضح قوي كل الاطراف اللي كانت مرشحه لمؤسسه الرئاسه، وكمان التحالفات وكمان الفريق احمد شفيق. يعني كل الناس دلوقتي بانت، يعني بان قوي مين اللي كان ينفع يكون رئيس ومين اللي ما كانش ينفع يكون رئيس. مين اللي كان ممكن من وجهه نظرك يحقق الديمقراطيه في الفتره اللي جايه؟ احنا من الاول وكل ثوار اسكندريه عارفين الكلام ده، لان احنا كنا بنجتمع من قبل الاستفتاء العار بتاع 30 مارس. كنا بنطلب طلب واحد، اول لما تحل المحليات كنا بنطلب حاجه واحده، يا جماعه عايزين مجلس رئاسي مدني، يا جماعه عايزين مجلس رئاسي مدني. ننزل في كل حاجه نقول يا جماعه مجلس رئاسي مدني. اليوم بيعملوا انتخابات، طب هنعمل ايه؟ نشارك معاهم عشان خاطر على الاقل اللي ممكن يسمع اللي ممكن يسمع صوتنا، مش اللي بيسمع صوتنا ومش اللي بيمثلنا، يلا ممكن يوصلنا. مفيش فايده، احنا من الاسوأ الى الاسوأ. لا، البلد دي كانت محتاجه فعلا تتعلم الديمقراطيه صح. على يد مين يا إنجي؟ مجلس رئاسي مدني يكون بيمثلوا الناس اللي بتحب البلد. يعني احنا قلنا ايه، ده افكارنا الكلام ده من سنتين، يا ريتهم كانوا سمعوا كلامنا.
يبقى في انت البرادعي بيحب مصر ومش عايز، مش طمعان في حاجه. طب تعالى يا برادعي حمدين، انت عايز تمسك تخدم مصر، ماشي، تعالى يا حمدين، تعالى يا ابو الفتوح، تعالى يا حد من جماعه الاخوان المسلمين، مفيش مشكله. يبقى في تجمع، وحد طبعا ممثل بين الجيش ومن الجماعه، هم دول اللي بيديروا البلد لمده 2 سنين. ده كان مطلبنا، لكن بشرط اللي هيخش المجلس الرئاسي المدني ده ما يترشحش تاني. ده كلام بقى، مش كلام بتاع الاخوان المسلمين احنا مش هنرشح والكلام ده، لا، ده كلام كده، كلام رسمي. اللي هيخش المجلس الرئاسي المدني اللي هيكون بيدير البلد يحط في خلال الفتره بتاعت السنتين ده دستور محترم يمثل الكيانات كلها الموجوده في المجلس المدني، يدير الدوله اداره صح، يعمل حكومه انقاذ وطني. هو ده اللي احنا محتاجينه، وده اللي مصر محتاجاه. ساعتها هنحس ان الناس دي فعلا مش بتعمل تحالفات عشان الانتخابات، مش حد ليبرالي يعمل تحالف مع حزب سلفي. ده كلام يعني، ده ولا سياسه ولا ثوره ولا اي حاجه. يعني انت لما تعمل تحالف مع حزب النور، طب فين حزب النور معانا في الشارع؟ فين حزب النور معانا ما حدش معانا من حزب النور يا جماعه، ولا عشان بعد كده مش لما الثوره دي تنجح يقولوا ده كان حزب النور فيها، وبعد كده نلاقي بقى ايه، مرسي تاني، مرسي نمبر. متوقع ان ممكن الثوره تنجح في وجود حزب النور مع جبهه الانقاذ الوطني، في ظل كمان الخناقه الكبيره اللي ممكن في ظل الخناقه الكبيره اللي ممكن تتم الفتره اللي جايه ما بين جماعه الاخوان المسلمين وما بين السلفيين. وقبل ما ننزل يعني احنا قرينا في تويتر ان كميه سب وقصف بالنسبه لنادر بكار تحديدا، ان هو متحدث رسمي باسم الجبهه السلفيه. يعني تفتكري ان ممكن الوضع ده هينجح ولا هيتحول الى الاسوء؟ وده سؤال ليك كمان يا حسام تجاوبني عليه. احنا فيها احنا دلوقتي كنا قبل ما ندخل تصوير كل القلق الواحد عشان يجي يصور هنا، قد ايه القلق الواحد بيتعرض له، وبنضحك ليه من سخافه المشهد. يعني ايه حضرتك هتعمل يا استاذ يا دكتور البرادعي اللي احنا كنا بنحبك وكنا مؤمنين بيك تحالف مع حزب؟ يعني ده تحالف ايه؟ تحالف ثوري، هم مش في الشارع معانا، يبقى انت عملت تحالف معاه ليه؟ تحالف سياسي يعني ايه؟ يعني انت هتعمل قائمه موحده بقى مع حزب النور، طب وبعدين بقى واحده بقى زي كانت مرشحه قبل كده في الانتخابات اللي فاتت وكانوا مش عاجبهم صورتي وعايزين يحطوا صوره ورده، هيعملوا ايه بقى حضرتك بقى؟ تتنازل ترميني بقى، ترمي الناس الستات اللي معاك في اللي كانوا بيدعموك وبيقولوا البرادعي ليبرالي وبيدعوا للدوله المدنيه، نعمل ايه يعني؟ اصل يعني ايه انت هتعمل تحالف مع حزب النور؟ بس انا بالعكس انا مع التحالف ده جدا، لان انا النهارده انا محتاج الشارع. هو ده الشارع. الشارع سلفي واخواني ومسيحي يعني ومسلم. يعني الشارع المصري، الشارع المصري احنا كلنا فصائل بتكون في الاخر الشارع المصري. يبقى انا النهارده على الاقل لو مش هينزل معايا في الثوره بتاعتي مش هينزل ضدي يقتلني، لان هو ما كانش بينزل الاخوان المسلمين. اللي كانوا بينزلوهم مين؟ كان بينزل السلف، كان بيقول له ده ضد الدين انزل اقتله. اما كان بينزل احنا شفنا ناس بتنزل علينا بتقول الله اكبر بالسيوف وماسكين في ايديهم حاجات غريبه. انا ما شفتش الكلام ده. فلما ينزل يكلمني النهارده باسم الدين ويقول لي الله اكبر، ده كان مضحوك عليه وكان معمول عليه تمثيل. انت شايف ان طبيعي جدا ان بعد اللي عمله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وهو سلفي، تمام، ان الفتره اللي جايه هنلاقيه قاعد جنب الدكتور محمد البرادعي والسيد عمرو موسى والسيد البدوي والسيد حمدين صباحي قاعدين مع بعض على طاوله واحده بعد ما هم كانوا عايزينهم وكانوا حاطينهم ضمن ضمن قائمه الاغتيالات وغيره وغيره وغيره. انا مش بقول لك رايي، انا بس بوضح لك المشهد اللي انت كمان عارفه. وحازم صلاح ابو اسماعيل حاجه تانية خالص. انا لو عايز اطبق القانون صح، انت عندك جهات واحده متهيألي، جهات واحده بس في لا دي معلش دي ميليشيا النهارده بتهددني النهارده في كل وقت. انا زي ما انا ضد البلاك بلوك زي ما انا ضد الوايت بلوك. النهارده في حاجه نزلت ظهرت في الشارع المصري اسمها بلاك بلوك، انا ما اعرفش ايه بلاك بلوك، بس في حاجه قصادها طالعه النهارده باسم الوايت بلوك. جميل، انا مش عارف مين ده ولا عارف مين ده. طب انت ازاي ضد حاجه؟ انت النهارده معلش كاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل كان رئيس مرسي، المفروض ان هم كانوا بيسميه نفسهم ان هم تيار اسلامي. طب انا النهارده كرئيس جمهوريه وانا النهارده عارف ان انا كده شعبيتي موجوده بالفعل، انا شعبيتي موجوده في الشارع وبقول ان انا الصناديق تحكم، وبقول انا كان ليه من الاول انزل الناس دي ان هي تنزل تقف؟ انا ليه سمحت لنفسي ان انا حاصر المحكمه الدستوريه؟ وبزعل قوي من الشباب الغلابه اللي بتنزل لا معاها سلاح ولا تعرف كل سلاحها الهتاف، اما يروحوا يقفوا عند مجلس محلي او اما يروحوا يقفوا عند اي مكان. انا ليه حللت لنفسي حصار مدينه الانتاج الاعلامي؟ وليه بحرم النهارده نزول الشارع للشباب؟ انا ليه بحلل لنفسي حاجات وبحرمها على المجتمع؟ طب ما هي دلوقتي فين احترام القانون؟ فين احترام القانون اما المحكمه الدستوريه تحاصر
وبيطلب مني النهارده الرئيس والمجلس الرئاسي النهارده بيطلبوا مني احترام القانون. قانون طبعا انا نفسي اعيش في دوله قانون. قانون انا ماشي في الشارع واحد بيتبلطج عليا ما بعرفش اعمل حاجه. القانون اللي انا ماشي في الشارع النهارده يجي واحد عشان باسم حزب معين عايز ان هو يضربني وعايز ان هو يعتدي عليا، وانا لما اروح اتكلم يقول لي هعمل له ايه؟ ده حزب الحاكم. انا فين دوله القانون؟ فين احترام دوله القانون النهارده؟ المفروض انا مطلوب منك ان انت تحترمي حاجه لازم اكون انا بحترمها، فاقد الشيء لا يعطيه. ازاي انا النهارده بطلب منك ان انت تحترم القانون ومفيش قانون اساسا؟ يعني انت شايف ان يعني انا برضو مش قادره اوصل لوجهه نظرك اللي هي شايف التحالف ده ازاي؟ يعني انت شايفه بانه جهه سياسي ولا تحالف ثوري ولا تحالف؟ انا مش فارقه معايا هو تحالف ايه، انا فارقه معايا حاجه واحده، فارقه معايا ان الناس دي وصلت لها وجهه النظر صح ان هم كان مضحوك عليهم. اللي جاي بعد كده ايه ده مش بتاعي، ده بتاع الناس المسيسه المفروض ان هي قاعده. الناس دي انا اسف هي عندها برضو عندها ضعف كتير كجبهه، ما شفتش منها انا شغل، انا ما شفتش الجبهه، ما شفتش الاحزاب اللي في الجبهه غير ان هم بيطلعوا على الميديا. لا انا عايز وجودكم في الشارع، عايزك تنزل في كل المناطق زي ما حزب الحريه والعداله ليه وجود في كل المناطق النهارده، بس هو الحزب الوحيد اللي ليه وجود في كل المناطق. هم ضحكوا علينا واستعجلونا بمجلس الرئاسي المدني اللي ذكرته انجي دلوقتي، والحاجات اللي المفروض ان هي كانت تحصل. المفروض كان مجلس رئاسي مدني، المفروض كان كل الاحزاب خدت فرصتها. انا راجل كان نفسي ان انا انضم الحزب، بس الاقي حزب بيكونه راجل والحزب ده يكون كله شباب، الشباب هي اللي تنزل تشتغل فيه. انا نفسي حد يدعوني النهارده من الاحزاب ويقول لي ان احنا عندنا خطه عمل، بس خطه عمل بجد مش خطه عمل للدعايه والاعلام فقط. نفسي ان انا الاقي حاجه هادفه في البلد، نفسي الاقي حزب هادف. الحزب الوحيد اللي ممول والحزب الوحيد اللي ليه ارضيه هو ضحك عليا وقال لي يلا بينا يلا بينا نعمل التعديلات الدستوريه البلد والاستقرار. لا هو ما كانش استقرار، هو كان ضحك على الدقون ساعتها، كان ضحك على الدقون عشان هو الوحيد الحزب اللي موجود. والتحالف ده ضحك على الدقون. احنا كنا بنحارب في الثوره دي ضد الاستقطاب، احنا مش عايزين حد يقول لنا تعالوا ورا ابو الفتوح، تعالوا ورا البلدعي. لا احنا عايزين دلوقتي نحط سياسه عامه لاداره الدوله، عايزين ايه في الصحه، عايزين ايه في الاقتصاد، عايزين ايه في الامن. بعد كده بقى خشوا بقى سلف، خشوا بردعي، خشوا اي حاجه. سؤال اخير بقى في لقائنا عشان بس وقتنا انتهى، ان زي ما سمعنا بقى بعد الكلام اللي انتوا قلتوه ان بكره هتبقى القوى الثوريه كلها مجتمعه على جمعه الخلاص وعلى قلب رجل واحد لرفض اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو التحالف حزب النور واسقاط محافظ الاسكندريه واسقاط النائب محافظ الاسكندريه. المحافظ للاسف احنا ما شفناش المحافظ ولا نعرف اسمه، احنا ما نعرفش غير حسن البرنس. هو موجود. يعني خريطه مشهد جمعه الخلاص هتبقى عامله ازاي؟ يعني جمعه الخلاص يعني انا قلت لك في الاول ان دلوقتي ابتدت الخريطه التحرك، ابتدت الخريطه تنفلت من قوى سياسيه. يعني احنا تحرك ازاي ان انت ازاي تديري مظاهره من 100,000 او 200,000 دي حاجه بمنتهى الصعوبه. فاحنا بنقول يا جماعه يا اللي خايفين على البلد كفايه كده، كفايه خلصونا، علشان احنا ابتدينا مش هنخلص. لا بس احنا بنتحول. احنا الاول كنا بنيجي ننزل مظاهره نعمل برنت، نطبع ورق كتبنا البانر ولا لا، نتصل ببعض جهزتوا عربيه عشان نحط عليها الساوند ونحط عليها سماعه، مين اللي هيهتف. دلوقتي ما ايش بنتكلم في الكلام ده. فانتوا بتحولونا كفايه كده. في حاجه اسمها ادمان الثوره، انتوا كده لازم ستوب. البلد ماشيه غلط، احنا لازم نقعد مع بعض تاني ونعمل مجلس رئاسي مدني تاني، والمجلس الرئاسي المدني ده يدير البلد لمده 2 3 لحد ما البلد يظهر فيها فعلا راجل خايف عليها. مفيش خريطه، تجمع في القائد ابراهيم وربنا هو اللي هيقول لنا نعمله ايه. زي ما ربنا خلصنا قبل كده من طاغيه. لو كان في طاغيه واحنا كنا صح هنخلص، لو ما كانش في طاغيه واحنا غلط برضه هنخلص. انا في نهايه لقائي بشكركم شكر جزيل انجي علي النشاطة السياسية وأيضا من تجمع صوت المرأة، وأيضا أستاذ حسام خضر ناشط سياسي مستقل.